بصي يا ستي، لو لقيتي أهل جوزك كارهينك من غير سبب واضح، فده معناه إنك في الغالب أعلى منهم وبمراحل. مش أي كره معناه إنك وحشة، وساعات الرفض بيبقى رد فعل من ناس وجودك قدامهم بيبين النقص اللي فيهم، وده مش عيب فيكي خالص. في بيوت كتير الرفض ما بيجيش عشان زوجة الأبن وحشة، لكن عشان هي ببساطة مش شبههم، عشان واحدة عندها رأي وبتحط حدود وكرامتها فوق أي حاجة، وما بتقبلش تعيش حياتها في سباق عشان تثبت ليهم إن نيتها كويسة. خليني أقولك إن الشخص المسيطر بيتخنق جدا من الست الناجحة الشيك اللي عندها طموح وخصوصية وبتحترم نفسها قبل ما تدور على رضاهم. ببساطة هم عاوزين اللي بتشتري الرضا بكرامتها، وأي واحدة بتكسر القاعدة دي بتبقى هي الشريرة اللي خطفت ابنهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الأرواح جنود مجندة، والقلوب بين إيدين ربنا. مش مطلوب منك تحرقي دمك عشان تثبتي إنك أحسن. خديها قاعدة، الست اللي عارفة قيمة نفسها بتعمل قلق للناس اللي غاوية سيطرة، واللي ما بيعرفش يكسرك بيوصفك دايما بإنك صعبة. خليكي هادية وثابتة وحدودك واضحة، اللي عايز يحترمك هيعرف يعمل ده كويس، واللي كرهك من غير سبب عمره ما هيحبك حتى لو بقيتي نسخة منه. خلوا خلوة مع الله النهاردة تكون تصالح مع النفس، راحتك في قيمتك مش في عيون الناس. عمركم فكرتوا ليه ربنا شبه الكلمة الطيبة بالشجرة؟ أصل الكلمة اللي بنرميها في ودن ولادنا وإحنا متعصبين أو وإحنا بنشجعهم ما بتمحيش، دي بتتحول لجذور في نفسيتهم. ربنا قال في كتابه الكريم: أصلها ثابت وفرعها في السماء. يعني الكلمة بتبني الهوية. جرب كده، غير إدراك الطفل وفكرته عن نفسه، سلوكه هيتعدل لوحده. لما ابنك يغلط عندك طريقين: يا كلمة تكسر جذوره وتقوله إنه فاشل، يا كلمة طيبة تثبت أصله وتعلمه إزاي يصلح غلطه. الكلمة الطيبة بتبني طفل صلب من جواه، مهما واجه في الدنيا هيفضل واقف على رجله. ازرعوا فيهم كلمات تشبههم عشان تحصدوا حديقة من السلوك السوي. ودايما افتكروا، وراء كل سلوك كلمة كانت هي البداية. قلت كلمة وانت متعصب قبل كده وندمت عليها طول عمرك؟ الغضب ده نار الشيطان بيولعها في صدرك، ولو سبتها هتحرقك انت أول واحد قبل ما تحرق اللي قدامك. نصيحة من جدتكم: اوعى تاخد قرار وانت زعلان، واوعى ترد وانت غضبان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الشدة مش بالعضلات. قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني الرجولة والست الجدعة بتبان في فرامل لسانكم وقت العصبية. خليني أقولك إن الغضب بيقفل العقل الواعي وبيخليك تتصرف بغريزتك. عشان كده السنة قالت لنا: يا أولادي، لو كنت واقف اقعد، ولو كنت قاعد اتفسح وتوضى، المية بتطفي النار.
الكلمة الجارحة ما بتتمحيش، والكسرة اللي بتعملها وانت غضبان ما بتتصلحش بكلمة آسف. اتعلم تسكت وقت الغضب. السكوت في اللحظة دي هيبة ونجاة. اغسلوا قلوبكم بذكر الله قبل ما تردوا. الهدوء قوة، والصبر عاقبته دايما خير. خلوا خلوة مع الله النهاردة تكون تدريب على كظم الغيظ. ربنا يبرد قلوبكم جميعا. يا ولادي، ساعات الواحد فينا بيحس إن الدنيا قفلت في وشه من كل ناحية. الرزق قليل، والمشاغل كتير، والهم مالي القلب. بندور على حلول عند الناس، وبننسى إن معانا المفتاح العمومي اللي بيفتح أي قفل، وهو الاستغفار. الاستغفار مش بس عشان نمحي ذنوبنا، الاستغفار ده مغناطيس للأرزاق والبركة. ربنا قالها لنا في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. شايفين؟ أموال وبنين وجنات وأنهار، كل ده مربوط بكلمة أستغفر الله بقلب صادق. خليني أقولك إن الاستغفار بيعمل غسيل للأفكار السلبية والندم اللي بيعطلونا عن السعي. لما قلبك يصفى من جوه، عقلك بيبدأ يشوف فرص ورزق ما كنتش شايفه وانت مهموم. ما تقولش أنا ما استغفرتش النهاردة. خلي لسانك شغال وانت بتطبخي، وانت رايح شغلك، وانت بتذاكري لولادك. الرزق مش بس فلوس، الرزق بركة تخلي القليل يكفي، وصحة تخليك مستور، وراحة بال لا تقدر بمال. الزموا الاستغفار وهتلاقوا الأبواب بتتفتح لكم من حيث لا تحتسبوا. ناموا وانتوا بتستغفروا، هتصحوا والفرج مالي بيوتكم. خلوا خلوة مع الله النهاردة تكون رحلة استغفار لفتح كل المغاليق. رزقكم دايما واسع ومبارك. يا ولادي، ساعات بنبقى شايلين همومنا ومستنيين معجزة تحصل عشان مشاكلنا تتحل. عارفين إن المعجزة دي ممكن تكون في إيديكم انتوا لما تمدوا إيدكم وتساعدوا حد محتاج. قضاء حوائج الناس مش بس جدعنة، دي بوابة لفتح الأبواب المقفولة في وشك انت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالها في جملة تبرد القلب: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني طول ما انت بتجري عشان تحلي مشكلة لجارتك، أو توقفي جنب أختك، أو تجبري خاطر غريب، ربنا بجلاله بيكون في عونك انت. خليني أقولك إن إحساس العطاء لما بتسعد غيرك، عقلك بيفكر بطريقة إيجابية أكتر، وقدرتك على حل مشاكلك الشخصية بتزيد أضعاف. بلاش تقولي أنا مالي، ولا أنت تقول أنا يدوب مكفي نفسي. الصدقة مش بس فلوس، والخدمة ممكن تكون مكالمة تليفون أو مشوار تعمله لحد تعبان. اللي بيمشي في حاجة أخوه ربنا يسهل له أموره. كونوا مفاتيح للخير عشان ربنا يفتح لكم أبواب الجنة قبل أبواب الدنيا. خلوا خلوة مع الله النهاردة تكون نية سعي
في خدمة حد، وشوفوا البركة اللي هتحل عليكم. عايشة في سجن اللي حصل زمان، لسه بتفتكري الوجع وبتعيشيه كأنه بيحصل دلوقتي؟ يا بنتي، الماضي ده عامل زي شنطة تقيلة مليانة حجارة، لو فضلتي شايلاها عمرك ما هتعرفي تمشي خطوة لقدام. السر مش في النسيان، السر في القبول، إنك تقبلي إن اللي حصل حصل، وإن ربنا كان ليه حكمة في كل دمعة نزلت. ربنا قالها لنا بوضوح عشان نرتاح، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. يعني الحزن اللي بياكل فيكي على اللي راح ده تعطيل لرزقك وفرحتك بالنهاردة. خليني أقولك يا بنتي، الماضي خبرة مش سكن. لما عقلك يرجعك للوجع قولي لنفسك ده كان زمان، وأنا دلوقتي في أمان الله. انفضي غبار الماضي من على قلبك. الوجع مش بيتنسي، بس أثره ممكن يتبدل بذكر الله وبالسعي في طريق جديد. اللي فات مات، وبكرة لسه في علم الغيب. انتي ملكك اللحظة دي وبس. سامحي نفسك وسامحي اللي فات، وفوضي أمرك للي بيجبر القلوب. نامي وانتي غسلة قلبك بيا جبار، هتصحي وانتي روحك خفيفة. خلوا خلوة مع الله النهاردة تكون تحرر من قيود الماضي. شايفين المطر والبرد اللي دخل في العظم ده؟ حاسين بيه واحنا مستخبيين في بيوتنا وتحت الغطا. في قلوب تانية بردانه بجد، ناس ملهاش سقف يحميها ولا حيطة تداريها. يا رب، زي ما سقيت الأرض بمطرك، اسقي القلوب الضعيفة بدفاك ولطفك. اللهم كن عونا وسندا لمن لا مأوى له، واحفظهم بعينك التي لا تنام. احمدوا ربنا على نعمة البيت، وما تنسوش الناس دي من دعواتكم في وقت المطر. خلوا خلوة مع الله النهاردة رحمة بكل محتاج. دفاكم في دعوتكم، بتدفوا دم قلبكم عشان تعلموهن لغات ورياضة وتجيبوا أحسن لبس، بس نسيتوا تعلموهم الأصول. نسيتوا تزرعوا فيهم الجدعنة والواجب اللي بيعملوا راجل وست بجد. كفاية أجيال طلعة ماسخة ما يعرفوش يعني إيه لمة عيلة، ولا يعني إيه حد كبير نديله مكانه وقيمته. علموهم إن زيارة العمة والخال مش سخافة ولا حمل تقيل، دي صلة رحم، ربنا هيحاسبهم عليها. خدوهم معاكم في الجنازات زي ما بتاخدوهم في الأفراح. خليهم يعرفوا إن الدنيا فيها واجب ومواساة، مش بس رقص وزينة. خليني أقول لكم يا ولادي، من شب على شيء شاب عليه. ما تقوليش لما يكبر هيتعلم. اللي مش بيتعلم يشيل الهدية في إيده، وهو رايح يزور مريض وهو صغير مش هيعرف يعني إيه جبر خاطر وهو كبير. علموهم يعيشوا لغيرهم مش لنفسهم بس. علموهم إن البركة بتبدأ من جيبهم لما يطلع لغيرهم. التربية مش بس شهادات، التربية أصل وواجب وكلمة طيبة. ازرعوا الصح دلوقتي عشان تحصدوا سند بكرة. البيوت اللي بتتبني على الأصول ما تقدرش تهدها ريح. خلوا خلوة مع الله النهاردة مراجعة
للي بتزرعوه في قلوب ولادكم. نفسك في حاجة وما حصلتش، خططتي ورتبتي والدنيا مشيت عكس ما انت عايزة تماما. يا بنتي، الرضا بالقدر مش معناه إنك مغلوبة على أمرك، الرضا معناه إنك واثقة في حكمة اللي بيسر في الكون ده كله. عارفة، لو كشف ليك الغيب كنتي هتختاري نفس القدر اللي ربنا كتبهولك، عشان ربنا أرحم بيكي من نفسك. ربنا قالها لنا في كلمتين يهدوا أي بركان قلق جوانا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني المنع في حد ذاته عطاء، بس إحنا اللي نظرنا قصير ومش بنشوف غير تحت رجلينا. خليني أقولك إن المقاومة النفسية للواقع بتهد طاقتك، لكن القبول بيخليكي تقدري تشوفي الفرص الجديدة وتبدأي من تاني بقلب راضي ونفس هادية. ما تقعديش تقولي لو كان حصل كذا كان زماني كذا، لو دي بتفتح باب للشيطان وللنكد. قولي الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. الكلمة دي فيها سحر بيبرد نار القلب في ثانية. الرضا بالقدر هو الجنة اللي على الأرض، اللي بيدخلها ما بيعرفش الهم طريق لقلبه. ناموا وأنتم مسلمين، أمركم لصاحب الأمر. خلوا خلوة مع الله النهاردة تكون تسليم ورضا، وربنا يرضيكم ويرضى عنكم. بيقولوا العتاب على قد المحبة، بس الحقيقة إن العتاب فن، لو ما تعملش صح بيتحول لخناقة ووجع قلب. يا بنتي، ما تكتميش في نفسك لحد ما تنفجري، ولا تسيبي نقطة زعل صغيرة تتحول لبحر من الجفاء. العتاب الحقيقي هو كوبري بيبنيه عشان نعدي البعض، مش حيطة بنسد بيها السكة. ربنا في كتابه الكريم عاتب أحب الخلق إليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. شوفوا الجمال، بدأ بالعفو والرحمة قبل اللوم، وده هو أدب العتاب اللي بنفتقده النهاردة. خلينا أقولك إني لازم تعاتب على التصرف مش على الشخص. قولي أنا زعلت من الموقف ده، ما تقوليش أنتي مهمل أو أنتي مقصرة. الكلمة الجارحة بتسيب أثر ما بيروحش حتى بعد الصلح. بلاش تعاتب في وقت عصبية ولا تعاتب قدام الناس. العتاب خلوة بين اتنين بيحبوا بعض، هدفها الصفا مش الانتصار. لو اللي قدامك غالي عليكي عاتبي بحنية، ولو مش غالي التجاهل بيبقى أبلغ رد. خلوا قلوبكم دايما صافية وعتابكم طبطبة. البيوت بتعمر بالتفاهم والنفوس بتهدى بالكلمة الطيبة. خلوة مع الله النهاردة تكون مراجعة لطريقة كلامنا مع اللي بنحبهم. ودايما افتكروا خيركم من بدأ بالسلام. بتحسي إنه جوزك بيتغير 180 درجة أول ما يرجع من عند أهله؟ كلمة منهم بتمشيه ورأيهم هو اللي بيمضي في بيتك. يا بنتي، الراجل اللي ودنه مع أهله مش شرير بالضرورة، هو غالباً متربي على إنه ده بر، بس هو مش فاهم إنه البيت له حرمة وأسراركم خصوصية. أكبر غلطة تقعي فيها هي إنك تهاجمي أهله، لأنك كده بتخليه يختار بينهم وبينك، وغالباً الدم بيكسب في الأول. ربنا قال: الرجال قوامون على النساء،
والقوامة معناها إنه يكون قائد لبيته، مش منفذ لطلبات برا البيت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إنه خيركم خيركم لأهله، وأهله هنا يعني مراته وعياله، هم الأولوية في الرعاية والأسرار. خليني أقولك يا بنتي، اكسبيه بالحب مش بالخناق. لما تهاجمي أهله بيتحول لمحامي ليهم، لكن لما تشتكيله وجعك انتي من التدخل بذكاء وهدوء بيبدأ يحس إنه مقصر في حمايتك. ما تدخليش في حرب مين كلمته تمشي، خليكي انتي السكن اللي بيرتاح فيه والسر اللي مش بيطلع برا. الراجل بيحب الست اللي بتحسسه إنه سيد قراره. ساعديه بالراحة يرجع لبيته وحسسيه إنه أمان بيته في خصوصيته. الراجل بيحب الست اللي بتحسسه إنه سيد قراره. ساعديه بالراحة يرجع لبيته وحسسيه إنه أمان بيته في خصوصيته. ادعيله ربنا يشرح صدره لبيته، وخليكي انت الحضن مش المحكمة. البيوت بتتبني بالسياسة والحنية مش بالندية. خلوا خلوتكم مع الله النهاردة دعاء بالهداية وصلاح الحال. بيوتكم أمانة فحافظوا عليها. في نوع من البخل أصعب من بخل الفلوس بكتير، بخل المشاعر. لما الست تحس إن الكلمة الحلوة عند جوزها بتمن، وإن نظرة التقدير دي استخسار كبير فيها، بتقولك بلسان حالها بكره استخسارك فيا، وبكره إنك بتبخل عليا بالأمان والكلمة اللي تجبر خاطري. يا ابني، ربنا قال وعاشروهن بالمعروف، والمعروف ده كلمة وطبطبة وحنية، مش بس لقمة وهدوم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ألين الناس مع أهله، كان بيسابق السيدة عائشة ويقولها يا عائش. خليني أقولك يا ابني إن الجفاف العاطفي بيعمل فجوة ما بتتردمش. الست ممكن تعيش معاك على عيش وملح، لكن ما بتستحملش تعيش مع قلب حجر. لما بتشوفها تعبانة أو محتاجة سند وبتقابلها ببرود واستخسار في المشاعر، انت كأنك بتقولها انت مش مهمة. واللي بيموت جوا الست ما بيرجعش تاني بكلمة آسف. الحق قلبها بكلمة حنينة النهاردة. الكلمة الحلوة صدقة، وأولى الناس بيها هي شريكة عمرك. البيوت بتعمر بالمودة، والقلب بيفتح بالأمان. خلوا خلوة مع الله النهاردة تجديد للمودة في بيوتكم. الكلمة الطيبة أصلها ثابت.